تحية صادقة بألوان الطيف الاجتماعي العربي الأمازيغي. معالي المستشار كمال بشير دهان، السيد الصديق رئيس المجلس المحلي بزوارة، سيداتي سادتي، تسقط النقاط الخمس وتعيش زوارة. أحييكم جميعا على هذا التنظيم وعلى هذا اللقاء الحميمي، وأود أن أقول لكم أنني دائما أتردد على زوارة لأني أمازيغي الهوى، ولأن هناك توأمة غير معلنة بين صبراتة وزوارة، وهذه التوأمة تصب في مصلحة ليبيا العظيمة الحرة. ودليلي على ذلك أن صبراتة حررت بالرجال الميامين من زوارة وصبراتة، وزوارة حررت بالرجال الميامين من صبراتة وزوارة. ولعل عشاق كرة القدم يعرفون ما هي العلاقة بين الجزيرة والوفاق. عندما آتي إلى زوارة أحس بأني ليبي أصيل، أحس بأني أضرب في عمق التاريخ، أفتخر بكل ملوك الأمازيغ القدامى. لم تكن قضية الأمازيغ بالنسبة لي قضية ترف فكري، فقد كانت قبل 17 فبراير، ولذلك رأينا أن الوقت قد حان لنمنع الظلم عن أخوتنا في جبل نفوسة وفي زوارة، ليكون لهم لغتهم الوطنية التي هي جزء من مكون هذا الوطن، ويكون لهم ثقافتهم، وليس ذلك منة عليهم، إنها حقهم الذي ناضلوا من أجله. لا أحد يزايد على الموروث الثقافي الليبي، نحن نفتخر به، وهو عنوان ليبيا القديمة. وددت أن أنقل لكم أن لبسا حصل في المجلس الوطني الانتقالي كان له علاقة بين الأخوين خالد ذكري وفتحي تربل. فتحي تربل هذا المناضل العظيم منسق أسر ضحايا بوسليم. فتحي تربل ينقل لكم تحياته ويقول لكم أنا معكم في كل ما تطلبونه سواء في اعلان الدستور او في الدستور الدائم. وعلى اخي وزميلي فتحي خليفة من كتب حول هذا ان ينتبه الى ذلك. ارحل قالتها له زوارة، حوائر زوارة وجبل نفوسة، قالت له ارحل ولم تعد تصلح لليبيا ولا تصلح ليبيا اصلا. هناك جرائم إبادة جماعية في منطقة الجلعة في كل مناطق ليبيا، في كل مناطق ليبيا وهناك مقابر جماعية وهناك إبادة جماعية لبعض المناطق. ما أريد أن أقوله لأن مليت 42 سنة خطب
ما عادش يبقى الواحد يكتر على الناس انه قال من انتم؟ قلنا له نحن، واعتقد انه لن يعي الدرس لانه لا يقرأ التاريخ، لا يقرأ حركة المجتمعات وان ادعى. احبابي، سنكون معا في بناء ليبيا المستقبل، ليبيا الغد. اريد ان انبهكم جميعا ان ليس هناك ما نختلف عليه، جميع المسلمين، دين دولتنا الاسلام، شريعتنا، مبادئ شريعتنا هي المصدر الرئيسي للتشريع. صندوق الانتخابات هو الفيصل بيننا جميعا، وبالتالي لا لدعاة الفتنة، لا لدعاة الاستحقاقات السياسية المبكرة ايا كانت. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، والصحة والعافية للجرحى، والتحية موصولة بأسمى آيات التقدير للماجدات الأمازيغيات. تكبير!